السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة سيدي بشر قصاد الحي من الناحية القبلية. بدأوا تركيب الأكتاف الساندة عشان يبدأوا بقى يسلحوا هنا ويصبوا خرسانة البلاطات بتاع مسار المترو. هم خلصوا لحد دلوقتي لغاية ميامي، لغاية سيدي بشر، يعني من ميامي لحد سيدي بشر، وهيبدأوا بقى من سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب أو محطة محمد نجيب. شغالين اهو قدام الحي على طول بداية، وفي أعمدة كده، صف أعمدة مش عارف ده ايه، ده باين من هنا معرفش ده ايه ده. حاطين أعمدة إنارة تقريبا حوالين النفق. جديدة دي بس ما كانتش موجودة قبل كده. أعمدة الإنارة دي ما كانتش موجودة قبل كده. احنا طبعا على الناحية القبلية، وواضح انهم كده شغالين بيحضروا اهو كله سقالات طول ما انت ماشي بين سيدي بشر او مزلقان سيدي بشر تحديدا وبين محطة محمد نجيب، عشان يثبتوا بقى الأكتاف الساندة ويبدأوا يشتغلوا النظام اللي هو اتعمل قبل كده، تسليح السقف فوق، وبعدين صب خرسانة المسار نفسه عن عمل البلاطات. بعد البلاطات بقى ما تنشف وتجف وتظبط، يعني شوية تظبيطات كده فنية، بيبدأوا يركبوا الأسوار بتاعة المترو. وادي النفق محمد نجيب المدخل الناحية دي، وفي مدخل الناحية التانية قريب من شارع سوق دربان. الأعمدة دي ما خدتش بالي منها قبل كده، بس شكلها مش جديد يعني. يمكن من الواحد عشان ما صورش في الاتجاه ده قبل كده، انا افتكرتها جديدة دي. وادي نهاية القمر وبداية محطة محمد نجيب، شغالين فيها جامد اهو. انا ما كنتش ناوي اصور النهارده، لكن لفت نظري وانا معدي الاكتاف الساندة اللي بيثبتوها جنب مزلقان سيدي بشر في اتجاه محطة محمد نجيب. وده قلنا قبل كده في فيديو ان خلاص بيخلصوا بين محطة ميامي ومحطة سيدي بشر، تقريبا خلصت، فهينقلوا على بين محطة سيدي بشر ومحطة محمد نجيب لتركيب حوادث السنة. وادي محمد
المدخل الشرقي، في مدخل غربي ناحية شارع سوق دربان. ادي الشداد بتاعت صف الأعمدة، عملوا تسليح في كذا عمود. ممكن يكون في أعمدة اتصبت ما بيبانش من هنا، أو لسه هتتصب بالخرسانة، فهنتابع مع حضراتكم ايه اللي بيحصل. ومن محمد نجيب باين من هنا هم انهم خلصوا تركيب اكتاف السندة، وصبوا فعلا البلاطات باينة من هنا برضو. ادي بقية محمد نجيب. يا مساعد الحال يا رب، ربنا قوي يرفع ونشوفوه قريب بإذن الله. مترو اسكندرية ونفرحوا بيه بعد المجهود اللي استحملناه ده. ان شاء الله هتبقى له فرحة حلوة. ادي محطة محمد نجيب، الأعمدة تقريبا كل التسليح خلص، وبيصبوا دلوقتي في الخرسانة بتاعت الأعمدة. وطبعا قبلها كانوا مخلصين الخوازيق، ففي حركة. آخر مرة كنا هنا ما كانش فيه ولا عمود من دول اتعمل، فواضح ان في حركة اهو. التسليح كله جاهز، و